باسل عقاب من القامشلي، من قرية الإصلاح الغربي. تبعد عن القامشلي، من ريف القامشلي 20 كيلومتر. من عائلة طياوية، نحن من عشيرة طي. العمر 35 سنة حاليا، 20/7/1989. نحن من عائلة فقيرة، متألف من 3 صبايا وثلاث شباب. طبعا طفولتي عشت بحياة مأساوية كثير يعني، لأنه كان أبي ما كان يقدر على لقمة العيش، كان عمره كبير ومتجوز هو كمان بعمر كبير يعني. نحن كنا صغار كثير يعني. أكبر واحد أيامه كان أخي أكبر مني بسنة. كنا صغار يعني، ما كان معتمد أكثر شيء شغله على الزراعة. عشت طفولتي بين ضيعة، قرية بعيدة عن المجتمع، مثل ما يقول التحضري زيادة. أكثر شيء كنت نلعب بالطابة يعني. ما كنت أعرف حتى شيء اسمه تلفزيون يعني. كان التلفزيون طالع قلت لك بالقرية. كان في عندنا في بيت عندهم شوية وضعهم المادي كان منيح، على لساتهم عايشين بنظام الأقوات القديم يعني. عندهم أراضي وعندهم مزارع. كنا نروح نتفرج على التلفزيون، كنا نوقف على الدور. ففتت بالمدرسة. مدرسة كانت عندنا بالقرية، كانوا يجينا آنسات من القامشي. ندرس من الصف الأول. طبعا ما كنت مثل رفقاتي الباقين يعني، مثل انه اقدر على اشتري لباس المدرسة او نفس المنظر، نفس المظهر، لانه كان وضع ابي فقير زيادة، كان اعتماده على الزراعة. فظليت بهذيك المرحلة شوي انه ما حسسنا ابي انه نحن فقراء، ولا نحن حسسنا انه بدنا شيء او بدنا نشتري مثل العالم او نلبس مثل العالم. طبعا المدرسة كملت، كنت بالأول دائما بكل شيء بالصف، من الصف الأول لبين ما وصلت مرحلة الحقوق بجامعة كلية الفرات بالحسكة. ظليت على النموذج هذا من البداية، من بالدراسة كنت الأول صحيح، بس كان بفرق بالنظام السوري. إيش الفرق؟ كان عندنا من البداية، نحن بقريتنا، أحكي بقريتنا من البداية، بعدين أبلش لبين ما وصلت مرحلة الجامعة يعني، في بالجامعة. المرحلة اللي كنت أنا بالقرية، كان الابن يكون ابن أستاذ مدرسة أو يكون ابن مدير، هذا كان مدعوم. أه تحس حالك أنت تدرس على الفاضي، هو يطلع الأول وأنت اللي عم تدرس وذابح حالك كل النهار وعم تقرأ وعم تروح وترجع، ولا كأنه لك قيمة. فهذا أستاذ المدرسة ابن، لأنه ابن أستاذ مدرسة، كانوا له واسطة يعني، في شيء اسمه واسطة كان بالموضوع. بينما انتقلت على القامشي، صرت أدرس بكالوريا. بالامتحانات زاد حسيت بنفس الشيء. بالامتحانات كان ابن الضابط يجي لعنده الامتحانات محلولة وجاهزة، وأنا اللي دارس أعذب حالي ساعة، بدي أظل أفكر بالجواب وأطلع وكذا، وما تقدر تتحرك، وتلاقي 3 مراقبين واقفين عليك، وتشوف هذاك مسموح له كل شيء عم ينقل قدامك. يعني في شيء اسمه كان غش يعني، مرحلة غش يعني، حتى بالتعليم واصلة. هذا الشيء اللي كرهني بالنظام السوري أكثر شيء، انه في فرق معناته. ليش هذا؟ لانه ابن مسؤول مدعوم، هذا ابن ضابط مدعوم، هذا يكون قرايبه ما اعرف وزير، هذا يكون حاكي معه شيء شغله كبيره من النظام. واحنا اللي ما لنا حدا واللي ما له شيء، اعتماده على رب العالمين واعتماده على عقله على الشيء اللي حافظه. كان بفرق، انه هذا الفرق الكبير عند النظام السوري. اكثر شيء عانيت كثير، لحتى وصلت مرحله الحقوق في السنه الثانيه، طلعت انه اخر شيء راح اخذ الشهاده هاي، راح اكبها يعني. انه تاخذ حقوق على اي اساس؟ اذا اليوم انا طالب مدرسه من البدايه ترعرعت ضمن هالنظام هذا، لبين ما وصلت مرحله الحقوق، بكره ادافع عن مين؟ ادافع عن عن النظام هذا، او مثلا اصير ضمن القطاعات، او مثلا الوظائف تبعيته. لا، راح تركت الوظائف، رحت اشتغل عامل عادي بلبنان على ماكينات بلاستيك، في سبيل انه بس اعيش اهلي، وما ما عاد ارجع للمدرسه، او ارجع على اساس كنت افكر على سوريا. طبعا ايام الدراسه انا ما اشتغلت شيء. ايام الدراسه لبين ما خلصت حقوق، طلعت على لبنان، اشتغلت بلبنان عامل عادي على ماكينات بلاستيك تبع ريجارات تمديدات صحيه. تطلع النباريش يعني، الخرطوم يعني يقولوها بالعربي.
لبينما جيت صار عندي شوية مصاري، جيت فتحت محل موبايلات بالقامش قريب على مدرسة قادسية. اشتغلت به تقريبا شي سنة وشوي. تعلمت منه صيانة وما صيانة. اشتريت سيارة، كانت أيام السيارات كانت بسعارها رخيصة، يعني كانت على اشتريت سيارة 150,000، كانت حتى أتذكر صغيرة على قدي، بس إنه تاخذني على الضيعة وأرجع على البلد على القامش. لبينما إنه الرفاق نفسهم اللي كانوا معي بالمدرسة قالوا لي خيو تعال، في مجموعات عم تحمي، بدنا نحمي الشوارع، بدنا نحمي مؤسسات، بدنا نحمي الحارات. ذيك الساعة تركت شغلي كلياته. يعني بالحياة المدنية طيلة عمري أنا أكثر شيء اشتغلت بلبنان، واشتغلت بمحل موبايلات. ضليت بالمحل موبايلات تقريبا مع كامل، مع حتى لما ضليت مع الرفاق حماية حرس، نطلع حرس على المؤسسات المدنية، كانت أول حارات 6 سنين. تعرفت على الرفاق عن طريق نفس الشباب اللي كانوا معي بالمدرسة. هن قالوا لي بدك تجي، عم نسوي مجموعات حماية أول شيء الحارات من الحرامية. في صاير قلقلة بالبلد، كانت بداية الأحداث السورية بال 2012، نهاية 2011 بال 2012. جيت نفس المجموعة، نفس الشباب اللي كانوا معي، يعني طبعا لأنه الشباب هذا عشنا أيام طفولة كلياتها مع بعض، ورجعنا نفس الشيء. قالوا لي تعال في عم نأسس مجموعات لحماية الحارات وحماية المؤسسات، ومنشيل من البوق من السرقة، لأنه النظام هذا بده يروح، النظام بده يزول. ففتت معاهم، صاروا ياخذونا على اجتماعات، أخذونا على أبو راسين، قعدنا بخيمة، تعرفت على كثير رفاق منهم. صار يحكي لنا رفيق لحد أتذكر اسمه هفال لوند. حتى كلمة هفال ما كان، حتى سألته يوم أيام إيش معنات كلمة هفال، قال يا أخي هفال صديق، يعني كونه أنا من لهجتي كانت عربية، ما كنت أتعرف يعني شو معنات كلمة هفال. فقلت له خيو إحنا مشان إيش جايين؟ قال لي إحنا هنا نحمي مناطقنا مو أكثر، نحن جاي ندافع عن حقوقنا اللي ضاعت. هذا اللي أول بأول تعرفت على الرفاق، لحتى ما وصلت مرحلة قالوا في دورات. قلت ايش في دورة؟ انا اروح، شنو الدورة هاي؟ ايش معنات الدورة؟ قال هاي الدورة تختلف عن دورات النظام السوري. انت اليوم بدك تفوت على دورة سياسية، تتعرف على الحركة اللي فايت بها انت ايش هي، قائدك مين هو، شنو الهدف تبعك. اخذونا على دورة ورحنا، ما قبلنا، رحنا اخذنا نفس المجموعة، قلنا نحن 6 شباب ضلينا مع بعض من ايام الدراسة لحد اليوم هذا، بدنا نروح نفس المكان. اخذونا على دورة سياسية، ضلينا 6 اشهر بها. بصراحة بهذيك الدورة ظليت بها 6 اشهر. اول شيء، اول شغلة عرفته من هو عبد الله وجلان قائدنا. لما عرفت منه القائد عبد الله وجلان، انا قلت انه شنو هالشخص القريب هذا، الدنيا العالم كله محارب شخص واحد، والشخص هذا حاطينه بالسجن بنص البحر، معقولة كل العالم هذا قام مشان شخص واحد؟ عرفت انه القائد هذا الفكر تبعه والشيء تبعه، حسيته بنفس الدورة انه هذا القائد هو عم يمارس معنا، هو اللي عم يعطينا دروس، مو اللي كان مدرس اللي كان يعطينا اياه. كان يجيبوا مدرسين يعطونا بالدورات انه هذا القائد هيك قال. انا حسيت القائد هو اللي عم يحكي، عم يجيبوا من كلمات القائد شلون بدك، حتى قاعدتك عم تمثل القائد، بالمنام شلون بدك تنام كلها بانتظام. تعرفت ايش هو طريقة انه اليوم انا كنت اسوي خطأ ما كنت اعترف به، لا معناته هذا اسمه، معناته والله قال لي هذا نقد، هذا النقد الذاتي، بدك تنقد نفسك. مثل طريقة المحكمة يعني، او انه بدي اليوم انا بدي اجي اعمل توبة يعني، او بدي اروح على الجامع، شلون بدي اروح على الجامع نفس الطريقة، ولكن بهاي غير مبدأ النقد والنقد الذاتي. شلون تنظم حياتك، شلون تنظم اهلك، شلون الصغير من هو لما يصير شلون بدك تنظمه، ايش بي فرق بينك. يعني انت تطلع انه قبل كنت عايش بحياة ظلام، يعني احس حالي بعالم ثاني. بعد هالدورة هاي فتحت، احس حالي ولدت على الدنيا من اول وجديد. يعني كل ايام هالدراسة هاي راحت كلياتها حسيتها على الفاضي، انه حتى قلت هالدراسة هاي اللي درستها ووصلت حقوق على الفاضي، ما تعلمت شيء من حياتي، بس مجرد شهادة أكبة. بهالدورة 6 اشهر احس حالي دراسة كاملة طول انه تعلمت. اول شغلة شلون احترم ابوي، احترم امي،
شلون بدي انظم حياه اسرتي، شلون بدي اجيب لهم اسوي معيشتهم، شلون بدي بدل ما يضيع وقته بالفاضي يقضي وقته بعمل يفيد هالمجتمع هذا. شنو الهدف؟ هل الرفاق هذول اللي انا ما كنت اعرفهم مشان ايش جايين؟ احنا بس انه على اساس حمايه. اول شيء انه ما في فرق بين عربي وكردي ومسيحي. حريه الراي، انه المراه بلا حق. احنا كانت عندنا المراه معدومه، كانت ايام المراه معدومه، يعني المراه كانت من شغل البيت على الجواز، اكثر من هيك ما بي. لا، المراه لها مثل نصف المجتمع، مثلك. تقدر تتوظف، تقدر تمارس، مثلا نقول قاضيه. قبل ما في مرة ما شفناها تقدر تسوق سيارة. قبل تشوف مرة تسوق سيارة تقول أنا كنت رحت على لبنان بالأيام اشتغلت بيها، شوف مرة كنت تستغرب، لأن أنا كنت عايش في مجتمع كأنه أحس حالي جاهل، يعني مجتمع جهلة. فلما وصلت هذيك فتت بهالدورة هاي، إنه المجتمع اللي شفته برا، نحن عايشين بنظام عبودية، يعني النظام خالص. انه حتى التلفزيون كنت على قناه اسمها بغداد ما اقدر اطلع عليها. اتذكر ايام ابي يقول لي دير بالك الحيطان بلا اذان، هلا يمكن تيجي شرطه، هلا يمكن شيء. يوم فت بهالدوره هاي طلعت شنو النظام؟ النظام هذا ايش هو؟ ايش يهدف هدفه؟ ليش نحن لحد هسه ما وصلنا مرحله تطور؟ لازم الانسان هو لحاله يطور حاله. لازم مع المرأة والرجل بنفس البيت يشاركوا مع بعض. يعني اليوم أنا ما كنت أستحي أقول مثلا أو يطلع أقول لازم والله إذا واحد يتجوز لازم هي مرته بس تروح تخبز أو تجيب له الأكل أو شيء. لا، لازم أشاركها بكل شيء. صارت المشاركة بيني وبين مرتي، أخذ رأيه. أجي على أبي أقول له خيو لازم هيك نسوي. رحت فوق بعد هالدورة، رحت على أبي قلت له يا أخي أنت اليوم أنت ماشي بنظام، قبل كنت بنظام حزب البعث تحكي لي على قال بشار الاسد وحكى بشار الاسد وهذا العميد فلان وعميد فلان. احنا ما عندنا عميد فلان، احنا عندنا صديق اسمه هفال، يعني بين قوسين صديق. عرفوني. يعني عم بحكي لابي انه اقول له بهالدوره هاي استفدت منها انا طيل حياتي. اليوم انا وصلت مرحله حقوق سنه ثانيه ما استفدت شيء من حياتي. احس حالي بس انه جاي اخذ هالشهاده علقها ولا اجيب هالراتب هذا، او الوظيفه اللي بدي استفادها من النظام السوري، اخذ الراتب هذا بس انه انا عم بشتغل لهالنظام، بس في سبيل انه انا حاطيني مثل رجل كرسي، يعني يستفادوا مني ومن هالشهاده اللي اخذتها. طبعا بعد الدورات هاي كبرت حركتنا. صرنا نعرف مشان ايش جايين احنا. انطلبت منا حملة، كانت حملة على تلحميس، كانت الأولى اللي أنا شاركت بها. شاركت بحملة تلحميس بال 2014، نهاية 2013 بال 2014 تقريبا. فتنا بحملة تلحميس. كان ضد جيش حر، لسه ما كانت شيء اسمه داعش استطالة، بس نفس تقريبا نفس النموذج. يعني كانت مجموعة اسمها أحرار الشام، جبهة نصرة. بهذيك الحملة طبعا شاركت أنا بعدة حملات، يعني من ضمنها حملة تلحميس، حملة كوباني، حملة الرقة، حملة دير الزور، الهول. طبعا دير الزور كاملة من أولها لآخرها. حملة راس العين الأولى والثانية. بحملة تلحميس تصاوبوا قدامي رفاق كثير، واستشهدوا كثير بالبداية بالحملة الأولى. لما كان يستشهد الرفيق كان يصير عندي حماس أكبر. طبعا شلون تصفي مرحلة الإسعاف؟ كنا نسحب الرفيق لما يكون متصاوب نسحبه فورا. كانت شوي عندنا صعوبة بالدنيا، مطر كانت بحملة تلحميس، شاركنا بحملة تلحميس كانت الدنيا مطر بها، وجتنا أيام عسيرة كانت ضباب، يعني 3 أيام مرت علينا ضباب. فكانت صعوبة عندنا بالسيارات، السيارات لأنه الطرق كلها ترابية وأرض كلها وحل تصير. كنا نسحب الرفيق نضطر يعني مثل 4، والرفيق لما يتصاوب يثقل أكثر من لما يكون وزنه عادي أو على المشي. كنا نشيله 4 يلا نقدر نشيل رفيق. طبعا يكون مستشهد أو يكون متصاوب، نسحبه مسافة تقريبا شي 1 كيلومتر لبينا ما نأمنه بشي سيارة نبعثه مباشرة على المشافي، أو نسوي نعمل له إسعافات. كانوا معنا رفاق يعملوا إسعافات.
بهذيك لما اشوف الرفيق انا قدامي يتصاوب يصير عندي عزم اكبر انه هذا الرفيق تصاوب او هذا الرفيق استشهد. طيب هذا الرفيق اليوم مو جاي مشان مصاري او اعطاني عزيمه اكبر بصراحه. خلص دم رفيقي قدامي بقريه اتذكر اسمها الحسينيه كانت تنحميس، استشهد عندنا رفاق كثير بهذيك القريه. انا كمان اكلت اصابه برجلي وظليت كانت طلقه ضربت رجلي من هون، كملت عادي يعني، بس انه الرفاق على السريع شدوها. ولما شفت الرفاق مستشهدين قدامي ظليت بنفس الحمله الا خلصنا الحمله. رحت على حمله الرقه. هذيك الفتره انا كنت فوج قوميتان صرت بيها. استشهد عندي رفيق من اعز رفاقي كانوا، اسمه بروسك خلو، بيت خلو هو. الرفيق هذا باستشهاده انا بصراحه اعطاني عزم اكبر، انه انا ما زعلت على الرفيق انه كزعل انه استشهد. هو انا كلياتنا احنا جايين اليوم يا شهاده يا نصر، ما عندنا حلين. يعني انا اعرف شنو الهدف اللي جاي، ورفيقي هو نفسه اللي استشهد يعرف شنو الهدف الجاي، والمجموعه اللي كانت معي تعرف شنو الهدف اللي احنا مشان ايش جايين مشان ايش. يعني معقوله انا جاي رايح من الحسكه من هون لعند الرقه بس انه مشان الراتب؟ لا، ما كنت افكر ولا كان بشيء اسمه راتب ولا كان تفكيرنا بالراتب. يعني بالاخص القدامى اللي كانوا منتسبين على الرفاق ما كان هدفه راتب، يعرف شنو الهدف الرئيسي. فتصاوب استشهد عندي الرفيق بروسك خلو، اعطاني عزم اكبر. ذيك المره كنا بريف مو بنفس الرقه، بمقابيل المشفى الوطني. مقابيل المشفى الوطني كانوا مسمينه حتى ايام الدواعش المشفى العام. فظلينا مقدمين بالرفاق، نحن كنا 12 رفيق، 7 اكراد والباقي كانوا عرب. ظلينا مع استشهاد الرفاق جيت عملت لهم مباشرة، عملنا قاعدة، قعدنا يا رفاق استشهد رفيقنا، نحن مشان ايش جايين؟ معقولة تنكسر عزيمتنا؟ بالعكس لازم هذا رفيق استشهد هون، نحن هلا بدنا ندافع عن دمه، ما يصير نرجع الحسكة وخلاص ولا تنكسر معنوياتكم. بالعكس هلا لازم تكبر عزيمتكم اكبر. بالعكس هيك سووا، انا شجعتهم صراحة. كسرنا خط داعش واخذنا ذيك المنطقة ورجعنا الحمد لله منصورين. الأكثر شيء شاركت بالحملة، رحت بحملة ريف الرقة، كانت قرية السرحبية اللي مرت علي يعني مضبوط. قرية كانت اسمها قرية السرحبية، كان طولها 7 كيلومتر بعرض 1.5 كيلو. كانوا معنا رفاق من كوباني، كانوا معنا رفاق من حسكة. طبعا بهذيك الفترة أنا كنت منتقل على الحسكة، مستلم هون توقاي تبع الحسكة، توقاي شهيد دوقان. سلموني فوجين، فوج شهيد بروسك على طريق القامشلي سميته على اسم الشهيد بروسك، وفوج شهيد اوسمان على طريق الكهرباء، طريق درباسية القديم. بهذيك الحملة استشهدوا معنا عدة رفاق من الحسكة، كنا مشتركين بها قوتين، قوة كوباني وقوة الحسكة وقوة قامش. هذيك القرية راح لنا بالجروبات تبعات الحسكة بالجهة الثانية، راح شي 12 رفيق. رحنا أنا و4 5 شباب من الحسكة، رحنا سعفناهم، لكن كانت القرية ذيك كلها ألقام، كانت داعش عم تنهار أول بأول، ولكن هذيك القرية كان زارع بها أكثر شيء ألقام. يعني داعش ما كانت حاربنا تقريبا وجه بوجه، كانت أكثر شيء حربة بالألقام، يعني الألقام، زراعة ألقام بالأراضي. ف شوي كانت عندنا نمارس صعوبة يعني بالوصول للرفاق، لبين ما وصلناهم من الألقام الليزرية أكثر شيء. بعد ما سعفنا الرفاق صممنا أكثر شيء، كانوا 7 رفاق في من قرية من مشيرفة من ريف الحسكة، وفي واحد من الكلاسة، في واحد اسمه الحركي يمكن طبوش، وكان معنا رفيق اسمه خالد من الكلاسة. بهذيك القرية ضلينا يومين بيها، أخذنا القرية بعد ما حررناها كامل. كنت بفوج شهيد بروسك، طلبوا الرفاق مني حملة
ايام كانت داعش متقدمه باتجاه حقل التنك، وصلوا حقل التنك. كانت بالشهر 15 12 2018 بالضبط. ايامها كان ايام تسريحي، حتى انا كنت لانه انا متطوع ولكن عقدي كان بده ينتهي. فطلب مني قياده الحسكه، كانت قالت بدنا هافال سوار، انا اسمي كان الحركه هافال سوار. طلبوا مني قالوا هافال سوار بدك تجي تشارك بهاي الحمله. الجروب اللي كان معي 40 واحد بالضبط، باقي الجروبات كلها كانت ورا. كنت اقدم الجروب مشان اخذ النقطه الاولى، مشان اجي ابدل الجروبات عاد اقدم اول باول باتجاه هجين. طبعا انا ما كنت اخلي حدا يمشي قدامي، لانه القيادي دائما او اي عسكري القائد يقول لازم تكون انت، اذا تكون تقود اي مجموعه تكون انت قدوه لها. مو انه اطلع انه مشان خطا الناس ولا شيء، اعرف انه هذا مو جاي مشان راتب ولا جاي مشان كذا ولا مشان، ولكن انا اعرف مشان ايش جاي. بصراحه انا كنت اعطيهم عزيمه اكثر. انه اليوم انا قوميتاني هو عم يمشي قدامي، قوميتاني هو عم يمشي، ما يخليني مثلا انه افوت قدامه او شيء او يعطيني تعليمات. عشان اعطيه اصرار اكثر وعزيمه اكثر، فتت على المخيم، اخذت النقطه. انا كنت امشي قدامهم باربع امتار، انفجر بي لقم. ساعتها حسيت على حالي انه وقعت على الارض. يوم انطق اللقم بي مباشرة رفاق بعثوا علي السيارة، اسعفوني على حقل التنك. طبعا انا ما كنت افكر بشيء انه شيء راح من جسمي او شيء. حقل التنك هون سعفوني عند الرفاق مباشرة، كانت اسعافات حيل كويسة. شكر الرفاق طبعا على المجهود العالي، يعني مع انه كانت صعوبات، يعني السيارات مناطق ريف الدور الزور كنا من الخلايا النايمة اكثر شيء نعاني من هالشيء. السيارة توصل لعندك بصعوبة يعني، وايام حملة. سعفوني على حقل التنك، من حقل التنك جابوني على الشدادي وبعد على الحسكة. بالمشفى هون طلبت من الرفاق انه ما حد يخبر اهلي مشان ما ينصدموا. خبروهم رايح واحد من الرفاق قايل لهم والله ابنكم بالمشفى. طبعا ابي كان يعرف انه خلص انه انا شنو الطريق اللي مختاره وانا مشان ايش رايح، وصار لي سنين بهالحزب هذا. ما تفاجأ بالخبر، ولكن قال ابني يا ميت يا عايش، لانه انا حلمت بيه بالليل انه صاير معه شيء. هي رؤية، هي حقيقة. اجى ابي على المشفى، طلع علي وانه انا متشطف افراج، قال لي ايش بي؟ قلت له ما بيش. كشف البطانية، ما اقول انزعج يعني بالبداية، بكى دمع عينه انه رجلي رايحة. بعد انه انا كان ايام تسريحي، يعني انه انا باقي لي يومين اتسرح واخذوني على الحملة. قلت له هذا شيء مقدر من رب العالمين. ما كسرتني انه راحت رجلي، بالعكس ظليت مستمر بعملي. وبعد بشهرين تخرجت من مشفى سارية، كانت سارية على طريق درباسية القديم. تخرجت منها ورحت داومت بالفوج، ظليت على رأس عملي على فوجين، ورحت شاركت بعدها بأربع خمسة أشهر ركبت طرف اصطناعي، وحسيت حالي انه ما ولا كأنه رايح رجل مني يعني او مقدم شيء. لأنه أنا أعرف انه مشان ايش انا طريقة بالبداية انا ايش اختاريت، وانا اعرف يا شهادة قلت يا نصر، واصابه اكل عده اصابات من عدا انه رجلي. انا قبل هالمره تصاوبت بالبدايه بتنحميس طلق ناري برجلي، وتصاوبت بالرقه مرتين كمان بطلق ناري بايدي، واكلت كمان شظايا كمان بالرقه بنفس المدينه بعد اشتباكات عنيفه مع داعش. حتى 55 قطبه يعني بايدي لحد هلا. يعني ولا تاثرت بهم. واخر اصابه كانت لي راحت بترت رجلي. طريق العلاج كان طبعا بعد الإصابة أنا كانوا الرفاق يوميا يبعثوا لي السيارة ياخذوني من البيت. بالبداية أنا أول ما طلعوني من المشفى بالشهرين أخذوني على البيت، كانوا يجيبوا لي سيارة للبيت، يبعثوا 4 رفاق يشيلوني طبعا، لأنه أنا ما كنت أقدر لا أمشي على عكازة ولا على كرسي. يشيلوني الرفاق ياخذوني بالسيارة مباشرة على المشفى. إذا يحتاج فيزيائي ياخذوني على الفيزيائي. بس لكن انا معالجتي ما كانت بدها فيزيائي لانه كانت بتر. كان تبديل ضماد اكثر شيء، بس لكن مواعيدهم دقيقه، كانت يوميا الساعه 9 الصبح، خلاص الساعه 9 الصبح اروح على مشفى ساريه اتعالج. يرجعوني على البيت، يجيبوا لي دواء كمان اذا احتياج. مره حتى بالليل شي الساعه 9 كانت رجلي توجعني، مباشره دقيت على الرفاق قلت لهم انا قصه 1 2 3.
يمكن ما طولت 10 دقائق اجت السياره. طبعا تقصير من الرفاق من ناحيه العلاج لا، ما في تقصير طبعا، مو بس مع غيري، لانه انا كوني كنت مستلم افواج واعرف اشياء، وكقديم بالحزب من الرفاق ما كان بالبدايه ما كان عندهم امكانيات يفتحوا مشافي او شيء، كانوا يضطروا لعلاجات دكاتره عاديين، ولكن بعد ما توسعت حركتنا وصرنا كحزب سيطرنا على نص مناطق، الحمد لله تحررت مناطق سوريه. بهذيك الفتره بنينا مشافي، جبنا دكاتره افخم دكاتره. من ناحيه العلاج كانت انا بالاخص انا شفتها على حالي ولا شفتها على الرفاق اللي كانوا يروحوا يتعالجوا بالمشفى. ما كان في تقصير، يعني اذا اضطر الامر يبعثونا على اي دوله كانت، يعني ما كانوا يطلعوا انه شيء قيمه ماديه اسمه بالموضوع. اهم شيء تعافى الرفيق، اهم شيء يرجع على صحته. مو مهم انه مصاري عندهم ولا بشيء اسمه مادي. طبعا قائدنا عبد الله وجلان الشيء تعلمناه منه شيء كبير وعظيم. قائد مثل القائد عبد الله وجلان شخص يستاهل، مو بس انه هلا حاليا انه هو صحيح موجود بالسجن، ولكن راح نناضل كلياتنا طبعا مشان ان شاء الله الله يفك اسره. طبعا طلعت انا بالبدايه ما كنت اعرف القائد عبد الله وجلان قبل ما انتسب، لما عرفت انه طلعت ايش قد الشخص هذا مهم بالنسبه لهالمجتمع هذا. يخلصنا اول شيء من فكر العبوديه، من فكر كوني انا عايش في سوريا، يعني من فكر النظام السوري. شخص انه محاربه دول العالم كلياتها. شخص مثل القائد لحد هلا مع انه انا ما افكر حالي مصاب، مستعد اقدم رجلي الثانيه واضحي حالي واضحي اهلي كامل مستعدين يضحوا في سبيل حريه القائد عبد الله وجلان. طبعا من عدا انه ان شاء الله نهدف اول شيء لحريته، بدنا نظل نناضل ضد اي مثل الاحتلال التركي، وراح نظل نضغط على الدول الاخرى. بلكي الله يفك اسره ان شاء الله ويطلع لنا قائدنا عبد الله وجلان بخير وسلامه. وان شاء الله اول شيء اتمنى العافيه جرحى شرق وشمال سوريا، ونصر القريب ان شاء الله عن مناطقنا. واخر شيء اهدي للرفاق بشكل عام، اول شيء ان شاء الله الله ينصر رفاقنا الموجودين على ساحات القتال بشكل عام، وان شاء الله يعب الامن والامان على منطقتنا، وان شاء الله نظل مثل ما يقول نحن ايد واحده وجاهزين ومستعدين لاي شيء طلب منا. ما افكر لا برجل ولا افكر بايد ولا افكر بشيء رايح، افكر ان شاء الله بمجتمع واحد ديمقراطي، نعيش بحريه بامن وبامان، ما بفرق بين عربي وكردي، ونصر قريب.